اهلا، عاملين ايه؟ عايز اقول لكم ان ده ممكن يكون من اصعب الفيديوهات اللي صورتها في حياتي. بس جاي اقول لك في الفيديو ده، لما تكون عايز توصل لهدف معين ما تستناش الكمال. ابدأ بأبسط الامكانيات. ابدأ وانت صغير خالص، وانت في الطريق هتكبر وهتتطور وهتتعلم حاجات كتير خالص. لكنك انت تبقى مستني انك تبقى كامل مكمل كده من كل ناحية عشان خاطر تبدأ، فوالله العظيم مش هتبدأ ابدا. لازم تبدأ، حتى لو الخلفية وراك مش حلوة ابدأ. لو انت يعني بتصور، ابدأ مثلا وانت مش معاك فلوس كتير وعايز تبدأ مشروع، ابدأ بأبسط المشاريع، بأقل حاجة من المشاريع ابدأها. المهم ما تفضلش تسوف وما تتكسلش. بس عايز اقول لك ان انا في يوم من الايام كنت بصور فيديوهات في اماكن فخمة وسط زرع ونخل والحاجات دي، وكانت معايا اوضه بصور فيها كان كلها دهان واشكال والوان واضاءه عاليه والحاجات دي. بس انا انتقلت لمكان تاني خالص، قعدت كام يوم مش عارف اصور، والاوضه اللي قاعد فيها مش حلوه. فالمهم قررت ان انا اجيب الفرشه اللي ورايا دي اللي انا بتغطى بيها اساسا واعلقها في كام مسمار واصور الفيديو. صورت فيديو قصير كده امبارح نشرته على التيك توك، وصورت الفيديو ده اللي انا هنشره هنا دلوقتي عشان اقول لك استمر في الحاجه ومتكسلش وما تستناش انك انت تبقى كامل، وخصوصا لما يبقى هدف انت عايز توصل له، لان العقبات هتقابلك في حياتك كتير. فلو قررت انك انت تستسلم للعقبات فاستعد بقى انك انت مش هتحقق اي حلم من اللي انت بتحلم بيه. بس كمان هنا المكان اللي انا بصور فيه الاضاءة ضايعة خالص، والخلفية الحيطة اللي ورايا دي بايظة خالص، اصلا ما ينفعش تظهر في الكاميرا. فقلت اجيب الفرشة دي يعني ابسط الامكانيات. بس فاللي هو انا يعني مثلا مش هكلمك في الاستمرارية والسعي والكسل والحاجات دي، وانا مش موريك برضو الجانب التاني اللي انت مش شايفه، اللي هو انا بطبقه على طول عملي، مش كلام نظري وخلاص. فزي ما قلت لك انا كنت بصور في اماكن فخمة واماكن فيها اضاءة والحاجات دي، وانتقلت المكان تاني زي ما انت شايف الاضاءة عادية خالص، وانا مشغل رينج لايت اساسا، ولو مش مشغله انا مش هظهر اساسا. بس فعايز اقول لك بقى من الرحلة دي اللي ان شاء الله يعني هيبقى اخر فيديو ده اساسا اصوره في الاماكن دي، لان اكيد طبعا التصوير بيبقى عايز اماكن حلوة. فعايز اقول لك انك انت لازم تستمر في الحاجة اللي انت عايز توصل ليها، وفي نفس الوقت ما تستناش الكمال نهائي. ابدأ وخلاص. بس اكتبوا لنا بقى الآراء بتاعتكم في الكومنتات. سلام.